سلام، اليوم غادي تشوفوني غير المألوف وغير العادة وغير المواضيع اللي موالفة كنهضر معاكم فيهم، وحتى البلاصة اللي كنصور فيها ماشي هي هادي، ولكن هاد الشي اللي واقع ضروري خصني نهضر. بغيت نهضر في هاد الشي وما عنديش منقدرش نهضر في إنستغرام حيت الفيديوهات كيكونوا قصار وأنا عندي بزاف د الحوايج باغية نقولهم، فمكنتش باغية نصور هاد الفيديو، ولكن استدعى الأمر أنني نصورو. ف ضروري خصني نقول داك الشي اللي عندي. الاصلاح باش نقدروا نصلحوا هذا الشيء اللي واقع لنا، لا في الصحه لا في التعليم، لا قانون اللي ما كيحميناش. ها حنايا جينا غير ونوقفوا، بداو كيخلعوا فينا. علاش ما هزين لا حجر ما حتى شي حاجه؟ حنا سلميين. حنا شفنا العدد ديال المواطنين اللي ماتوا في هذا المستشفى، حنا شفنا شحال من المواطنين اللي مريض ما كان عنده الدواء، ما عنده المواد باش يداوي راسو. حنا جينا هنا باش اننا نحتاجوا تضامنا مع هاد المواطنين هادو. راه حنا اكثر جينيراسيون واعيه وانه نقدروا نطالبوا بالحقوق ديالنا. أنا بنت هاد البلاد، مغربية كيفكم نتوما، وهاد القضية قضية أي مغربي. أول حاجة غادي نهضر على الجيل زد اللي تزاد ما بين 1997 و 2012، وبما أنني من مواليد 2004 فحتى أنا وحدة من هاد الجيل هذا، الجيل اللي تربى وكبر في عصر الإنترنت، في عصر التكنولوجيا وفي عصر الرقمنة ومشى معاها دقة بدقة. كيف عارفين نهار 27 و 28 شتنبر خرجوا مجموعة ديال الشباب للشوارع اللي ينابوا عليا وعليكم تحت شعار واحد اللي هو المدارس والسبيطارات قبل المشاريع وقبل الملاعب اللي كيتخسروا عليهم الملايير. بزاف ديال الشباب اللي اكثريتهم في العمر ديالنا اللي خرجوا للشوارع وكيطالبوا بمنظومة صحية وتعليمية في المستوى، ضد بالفساد وسوء الأولويات، وللأسف مع الأسف الشديد أنهم تلقاو القمع وضربوا وتم اعتقال بزاف ديال الشباب. حنا ما جيناش نطالبوا بشي امتياز. الدستور المغربي سنة 2011 كيقول بصريح العبارة أنه من حق كل مواطن ومواطنة مغربي الولوج لصحة وتعليم حديثين. هاد الحقوق ماشي غادي يتمنوا علينا بهم، هذه راه التزامات ديال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. حتى الحق في التجمع السلمي والاحتجاجات مصان دستوريا، حرية التجمع والاجتماع والمظاهرات السلمية مضمونة، والقانون هو اللي كينظم كيفاش يطبق هذا الحق. بمعنى آخر الاحتجاج السلمي ماشي جريمة، راه حق. حنا راه ماشي ضد الاستثمار في البنية التحتية، ولكن الأولويات خاصها تكون واضحة، والصحة والتعليم قبل كل شيء. اليوم كاين مشاريع ديال سكك ومواصلات اللي كتكلف الملايير، وتشييدات الملاعب استعداد للتظاهرات الكروية الجاية، لكن في المقابل راه مازال كنشوفوا أقسام مكتظة وسبيطارات ما فيهاش تجهيزات نهائيا. ماشي معقول نلمعوا الواجهة ونخليو الأساس مخرب. والاحتجاجات ديال دابا ما هي إلا صدى ديال حركة 20 فبراير في 2011 اللي فتحت واحد النقاش اللي كبير على الكرامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة. واليوم غنذكر ونقول أن المطالب ديال حركة 20 فبراير باقي بزاف منها متفعلش، والجيل ديال دابا ورث نفس الهم. ما خاصناش نخرجوا الزنقة باش نطالبوا بشي حوايج اللي خاصها تكون عندنا تلقائيا. مدرسة تحفظ الكرامة والمعرفة، وسبيطار يعالج بإنسانية وبجودة، وخدمات عمومية توصل لكل مواطن في كل جهة من طنجة حتى للقويرة. هذا راه حقنا ماشي امتياز. وما خاصناش نسكتوا على الفساد وعلى القمع ولا على التهميش. ملي شحال ديال الشباب في العمر ديالنا اللي كلا العصا غير حيت عبر على رأيه وطالب بحقه، كنقول بصوت هادئ ولكن قوي: الكرامة ما كتقاسش والصوت ما كيتسدش. جيل زد ماشي غير ترند في السوشيال ميديا، حنا مواطنين مغاربة وعندنا وعي ومسؤولية. كنقول للدولة طبقوا الدستور ديالكم قبل ما تفرحوا بالواجهات، وكنقول للمغاربة كاملين الحقوق كتحقق بالنقاش وبالمتابعة وبالمحاسبة، الالتزام القانوني وبالاحتجاج السلمي ملي كيكون ضروري، حيت هذا راه حقنا. خلاصة الكلام: الصحة والتعليم أولا، وباقي المشاريع تجي من بعد، ماشي العكس. اليوم صوت الشباب مرتفع، وغدا خاصنا نشوفوا الأثر في الميادين اللي كتداوي وتقرب. هذه بلادنا كاملين، وبلا كرامة وعدالة حتى دوك التيرانات مولاي عبد الله بن سليمان بن بطوطة لا كوب دافريك كاس العالم غادي تبقى عنده حتى شي قيمة. هاد الشباب هما اللي غادي يحملوا المشعل ويزيدوا بالبلاد القدام، لأن شعارنا واحد هو الله الوطن الملك. الله يخلينا ديما مجموعين ويحفظ لنا بلادنا ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان. السلام عليكم.